النبي حد يوريني ورق العنب اللي هناك ده بيقول ايه؟ لا انا عايز صدر بلاش ورك، ولا اقول لك هات الورك كمان بشاميل. هات. A few moments later. بسبوسه. هات. الاكل هو البنزين بتاع جسمك، لو محتاج طاقه هتاكل، ولو مش محتاج مش هتاكل. بسيطه وسهله. بس للاسف لا، المشكله ان مخك بيفكر عن الاكل. بيفكر عن الاكل. مخك هو اللي عنده سيطره اكبر، وهو اللي بيقرر بنسبه كبيره امتى تاكل وامتى لا. والله المعده تتمدد كل ما بتملاها، وبتبعت اشارات للمخ انه يكبح الشهيه فتوقف اكل. بسيطه وسهله. لا برضه المشكله في البسبوسه اللي بعد الاكل اللي فيه نسبه سكريات او دهون عاليه بيخلي مخك يفرز دوبامين اكتر، ومخك بيحب الدوبامين. اديني دوبامين، ايوه كده دلعني. وده اللي بيخلي مخك يحب الحلويات، فيبص لمعدتك كده ويقول لها انت شكلك فيكي مكان. يا ابني والله ما قادر اسمع، بس دي حته بسبوسه صغيره. حوش. كمان المشاعر بتلعب دور. لما تكون زعلان ومكتئب مخك بيبعت اشارات لجسمك انك مرهق وتعبان. ولو انت مرهق وتعبان هتحتاج ايه؟ طاقه. وتجيبها منين؟ الاكل. فبتاكل، خصوصا الاكل اللي فيه سعرات حراريه عاليه. حاجه اخيره بتاثر على معدل اكلك وهو ميعاد الاكل. لما بيجي ميعاد اكلك، سواء انت لسه رايح الجامعه فبتفطر او لسه مروح من البيت، انت بتاكل لمجرد ان الساعه جت 2، سواء انت جعان او لا. وده كان بريف في رغيف من كتاب ذا ايدي برين لدين بيرنت.